النايل كروز اول حاجه بتلاقيها اللوبي، تبدا تعمل اجراءات التشيك ان بتاعتك، وبعد كده تبدا تسكن على الكابين على طول. وصلنا للمطعم، والمطعم هنا بتكون نظام الاقامه بتاعته بنظام الفول بورد. ايه هو الفول بورد؟ اللي هو بيكون شامل 3 وجبات في اليوم، فطار غدا وعشاء، والثلاثه بيكونوا بنظام الاوبن بوفيه. اي حاجه ليها علاقه بالمشروبات او بالسناكس بتكون باكسترا تشارج برسوم اضافيه. دي كابينه دبل هنا، تعالوا نشوف الستايل بتاعها شكله بيبقى عامل ازاي. اول حاجه بتكون حجم الكابينه الى حد ما كويس بالنسبه لفردين، والاهم طبعا اي حد بيحجز النايل كروز او بيحجز اي كابينه اهم حاجه بالنسبه له الفيو ده بتاع النيل بشكل مباشر. منطقه البار هنا بيقدم تقريبا 24 ساعه كل المشروبات اللي انت عايزها، بس كلها بتكون باجينست تشارج او برسوم اضافيه. وفي نفس الوقت المنطقه بتاعه البار دي بيتعمل فيها حفلتين اثناء الاقامه بتاعتك في النايل كروز. وصلنا لاهم واحلى منطقه موجوده في النايل كروز كلها، وهي الساندك. الساندك هو عباره عن السطح بتاع الكروزر بشكل او باخر، بيكون فيها بول حمام سباحه، وفي نفس الوقت بيكون فيها اوريدي اللي هي السان بيد او الشازلونجات بشكل او باخر، بحيث ان انت تقدر تستجم وتستمتع بالشمس بتاع الاقصر واسوان.